السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم معاد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضر معكم البيتزا السائلة اللي تقدروا توجدوها إن شاء الله لرمضان. بيتزا اللي سريعة في التحضير، بدون دلك بدون مجهود، ما كتعبيش معاها بزاف، وناجحة بواحد العجين اللي كيجي قطني وسهل في التحضير وبحشوة أكثر من رائعة. فغادي نخليكم مع المكونات اللي غادي نحتاجو. بالنسبة للعجين كنحتاجو 2 ديال البيضات اللي كيكونوا بحرارة المطبخ، وعندنا كاس ديال الحليب دافئ، ونصف كاس ديال زيت الزيتون العبار بالكاس ديال العنبه اللي غادي نعبرو. وغادي نحتاجو ايضا حاك ديال الياغورت الطبيعي، نصف ملعقه ديال الملح، وراس ملعقه ديال الابزار، وايضا نصف ملعقه ديال الزعتر، ملعقه صغيره ديال السكر السنيده. وغادي نحتاجو ايضا ملعقه صغيره ديال خميره الخبز، و2 كيسان ونصف ديال الدقيق يكون مغربل، وخماره وحده من فئه 8 غرام. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في تحضير ديال العجين ديال البيتزا السائله دغيا. كيوجد معنا هاد العجين بدون دلك بدون مجهود، فغادي ندوزو للطريقه. هنا في اناء زجاجي غادي نحتاجو ملعقه صغيره ديال خميره الخبز، اي الخميره حبيبات، وغادي نحتاجو ايضا ملعقه صغيره ديال السنيده، وكاس ديال الحليب دافئ. كنديروه دافئ باش ديك الخميره الفوريه دغيا كتطلق لينا في الحليب دافئ مع السكر السنيده. غادي نضرب مزيان غير بالواسطه ديال الفرشيط، يعني بغيتو تستعملوا الضراب استعملوه، فاللي عندكم متوفر غادي تضربوا به. غادي نخلوه واحد 10 ديال الدقائق وغادي نرجعوا معكم. هنا كناخذ هذا المول العجيب اللي كيكون فردي، كيكون فيه 8 سنتيم، وكندهنوه بالزبده وكنرشوه بالدقيق. هنا من بعد ما غادي نخلو 10 ديال الدقائق، هنا راه دازت 10 ديال الدقائق ورجعنا لكم باش نكملوا الطريقه ديال العجين. هنا غادي نضيف نصف كاس ديال زيت الزيتون، وغادي نضيفوا ايضا 2 ديال البيضات اللي قلت لكم بحراره المطبخ، وغادي نضيف الزعتر وراس ملعقه ديال الابزار ونصف ملعقه ديال الملح كيبقى حسب الذوق. وغادي نديرو واحد الحك ديال الياغورت الطبيعي، اي كيكون بدون سكر، يعني مسوس، هو اللي كيساهم في نجح العجين باش يجينا قطني ويجينا خفيف. غادي نضربوا الكل، ما كيحتاجش واحد المجهود هذا العجين، واحد المجهود اللي كتير، يعني غنبقاو نضربوا بزاف ولا يعني غادي نبقاو ندلكو، ولا ما كيحتاجش منا هاد الاشياء. فغادي نضربوا ومن بعد غادي نضيفوا الكاس الاول ديال الدقيق. انا غادي نستعمل 2 كيسان ونصف اللي غادي تهز ليا هاد العجين. وهنا كندير كاس ديال الدقيق والكيس ديال خميره ديال الحلويات، وغادي نخلط مزيان. الدقيق ضروري ما يكون البنات مغربل باش تنجح معنا العجين. كنستمر في التضراب حتى ينسجم ليا، وغادي نضيف ثاني الكاس الثاني، وكنبقى نخلط حتى ينسجم ليا الخليط كامل. عاد غادي نضيف ثاني نصف كاس. هنا ضفت ثاني نصف كاس، يعني 2 كيسان ونصف اللي هز ليا هاد العجين ديال 2 بيضات. غادي نخلطو من بعد ما خلطناه كيف كتشوفوا وجالس ليا الخليط مزيان. غادي نديرو ليه السلوفان ونخلوه واحد 10 دقائق تقريبا. هنا غادي ناخذ هاد المول العجيب الفردي، غادي ندهنهم كاملين تقريبا. هنا عندي 20
وحده اللي غادي نحتاج. هاد 2 بيضات كتعمر ليا 20 مول اللي كيكون فردي، اللي كيكون فيه 8 سنتيم، اللي كندهنوه بالزبده وكنرشوه بالدقيق وكنحيدو داك الزائد ديال الدقيق وصافي. غادي ندوزو العجين من بعد ما خمر لينا، يعني كنخلوه واحد 10 دقائق غير يخمر لينا. كنزولو داك السلوفان وغادي نبدا نعمر في المول ديالي. انا كناخذ يعني قياس واحد المغرفه، انا كندير بهذه ديال الكلاص، وكنحاول ما كنعمرش المول الفردي ما كنعمروش، لان فيها الخميره ديال الخبز وفيها خماره ديال الحلوى اللي قلت لكم من فئه 8 غرام، فيعني راه مازال غادي تزاد الحجم ديالهم في الفران. فحاولوا ان دوك الطويسات ما تعمروهمش حتى الفوق باش يلاه كيجينا القياس هذا. كيف قلت لكم غادي تعطيني 20 حبه. فانتم الا بغيتو ديروها في مول عائلي فغديروا يعني غير نصف المقادير وديروها في مول العجيب الكبير الا بغيتو ديروا يعني بيتزا عائليه. في هذه المرحله كيكون الفران سخون، وغادي نكمل الكميه اللي باقا عندي، وغادي نحاول ان هاد المولات غادي نديرهم في اللاطه، غادي نجمعهم في اللاطه وغادي ندخلهم الفران. الفران غادي تكون العافيه على شكل اللي كنديروا الكيكه. طياب ديال الكيكه كيكون غير من التحت شاعل ومن الفوق طافي، وكنخلوها حتى غادي تطيب لينا على خاطرها البنات. ما نجهدوش الفران بزاف، كنحاول نشرح لكم بالتفصيل باش تنجح معكم العجين ديال البيتزا السائله. كيف قلت لكم الفران ما تجهدوش ليه بزاف، يكون العافيه متوسطه بحال اللي كنديروا الكيكه. وغادي ندوزو للحشوه. كيف كتلاحظوا عندنا الفلفله خضراء والفلفله حمراء مقطعين قطع صغيره، وعندنا ايضا بصله مشلطه والطون، حك ديال الطون اللي كنزولوا ليه الزيت ديالو. هنا الملح، الابزار، وهنا الزيت النباتيه مخلطه مع الزيت ديال الطون اللي صفيناه منه. انا هاد الكميه راني غادي نديرها لهاد العجين اللي حضرنا. انا درت هاد العجين على 2 ديال المرات. غادي ناخذوا الفلفله ديالنا الملونه، ممكن ديروا الصفراء، ممكن ديروا غير الخضراء الا عندكم، اولا الحمراء ولا اللي متوفره. كتعرفوا الفلفله دابا موجوده ورخيصه. كنديروها في المقله، وكنديروا البصله، كنديروا الملح، وكنديروا الابزار فقط، ما نزيدوش شي اضافات اخرى باش كتبقى المذاق ديال الفلفله والبصله مزيانين. وغادي نضيف ايضا الزيت النباتيه والزيت ديال الطون اللي صفيت منه، ما غاديش نلوحو، فغادي نخليه ونديروه على عافيه مهيله. وكنخليو هاد البصله والفلفله حتى يطيحوا لينا مزيان، يعني يطيبوا لينا، ومن بعد غادي نطلقوه معكم. هنا من بعد ما وجدوا عندي البيتزات كيف كتشوفوا زولتهم من المول العجيب. كيجوا قطنيين، كيجوا خفافه البنات، ويعني كيجوا زوينين، وحتى الرائحه ديال العجين ديالهم كتجي يعني واحد الريحه عاطيه زوينه. هنا كيف قلت لكم راه 20 وحده اللي عطاتني، وعاود زدت ثاني 20 وحده اخرى هي 40، فانا خدمت معكم غير 20. هادشي علاش الحشوه عندي شويه كثيره. هنا عندنا البيتزا غنحتاجو لاصوص طوماط الجاهز، وغادي نحتاجو الفرماج احمر والبصله والفلفله اللي حضرنا، والطون اللي كنا زولنا منه الزيت اللي طيبنا به البصله والفلفله. غادي ندوزو باش نعمرو العجين ديالنا. من بعد ما طاب كيف كتشوفوا قلت لكم راه كتجي البنات خفيفه بزاف بحال شكل ديال المادلين، ولكن هي المذاق ديالها كيجي المذاق ديال العجين ديال البيتزا. كنديروا ملعقه صغيره ديال لاصوص طوماط اللي كتكون جاهزه، ممكن ديروا نتوما اللي غتحضروا في البيت، وكندير واحد الملعقه صغيره ديال البصله والفلفله، وغادي ندير شويه ديال الطون من الفوق. ممكن ديروا لادان، ممكن ديروا كفته حسب اللي بغيتو، وكنديروا شويه ديال الفرماج احمر محكوك من الفوق. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى غادي نكملوا
العجين ديالنا كامل. بنفس الطريقه غنديرها للثانيه. كندهنوا بلاصوص طوماط اللي قلت لكم جاهز، اي نوعيه بغا تخدموا بها، وكنديروا ايضا البصله والفلفله، وغندير شويه ديال الفرماج، شويه ديال الطون عفوا، عاد غادي نديروا الفرماج. اللي بغا دير الزيتون اسود ديرو، وكيف قلت لكم الحشوه كتبقى اختياريه. انا هنايا راه كنخدم معكم غير 20 و20 الاخرى اللي تاني وجدتها خليتها كطيب، عاد غادي نعمرها بالكماله ديال الحشوه اللي بقات ليا. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما عمرناهم كاملين بالحشوه ودرنا الفرماج، فإلا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد فغادي تدخلوهم في واحد البلاطو حتى يجمدوا، عاد كنجمعوهم في البواطه وكنفرقوا بين كل طبقه وطبقه بالسلوفان. فانا دابا حاليا غادي ندخل هاد العشرين، غادي ندخلها الفران حتى يذوب من هذا الفرماج، وال20 الاخرى غنحتفظ بها في المجمد. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا السائله اللي حضرت معكم اليوم، بعجين كيجي خفيف قطني سهل في التحضير، وبحشوه اللي كتجي اكثر من رائعه ومتواجده في كل بيت. فكنتمنى فيديو اليوم انه ينال اعجابكم. ما تنسوش جيم الفيديو وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب ديالكم باش تعم الفائده. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.